احلى 200 جنيه. هي دي. ده ايجار شهر 4 و5 و6 و7 و8 و9 ومعاهم 10. حاجات محدش هيقول لك عليها في الريل استيت. في قضية شائكة شغلة الرأي العام اليومين دول، ومش اليومين دول بس الحقيقة، وهي قانون الإيجار القديم اللي اتوافق عليه من الحكومة الأيام اللي فاتت. فتعالوا نمسك القانون نشوف بيقول إيه. قانون الإيجارات القديمة، طبعا كلنا عارفين الإيجار القديم بمفهومه، مش محتاجين نشرحه. وهنا أنا بتكلم عن الإيجار القديم بمفهوم الإيجار القديم، مش ال 59 سنة أو الإيجار المفتوح. مستأجر شقة الإيجار القديم لازم يرفع قيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه مع زيادة سنوية لمدة 7 سنوات. وبعد ال7 سنين دول اما انك تسلم العقار للمالك، واما انك تتفق معاه بتسويه على عقد ايجار جديد، وده ينطبق برضو على المحلات، ولكن المده هنا تختلف، اللي هي هتكون 5 سنين. ولما حبيت ابص من وجهه نظر المستاجرين لقيت الاغلبيه هم ناس زيي وزيك، ما عندهمش القدره الماديه ان هم يتحملوا تكلفه ايجار سكني جديد او تكاليف اضافيه لنفس البيت، واللي اغلبهم عاش لسنين في البيوت دي واصبح من الصعب انه يسيبها، بالذات مع ظروف الحياه الصعبه، وان هم مربوطين بالحياه على مدار السنين في المكان. وانا هنا مش بكلمك عن الحالات الصعبه زي المسنين واصحاب الامراض المزمنه، انا هنا بكلمك عن الاغلبيه الكبيره وهي الناس العاديه واللي مش عارفين مصيرهم ايه بعد ال7 سنين دي، مع ان في وعود من الحكومه بتقديم وحدات بديله ليهم. ما الناس دي اكيد مش هتترمي في الشارع. وهنا ناخد وجهه نظر المالك، لما تسمعها هتلاقيها منطقيه برضه، خاصه لما تسمع ان في ناس من الاغنياء واللي بالمناسبه عددهم مش قليل يمتلكوا عقارات في افخم الاماكن في مصر زي الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديده، واللي القيمه الإيجارية بتاعتها لا تتخطى حتى 10% من القيمة المنطقية لإيجارها، واللي واخدينها مدى الحياة. مش بس كده، بوشكاش بيضحي، دي بتتورث لأولادهم ولأحفادهم كمان. ده في ناس يعتبروا أصحاب ملك ويمتلكوا عماير بالكامل، وتوتال اللي بيتحصلوا عليه منها كإيجارات يدوب يجيب علبة سجاير، اللي يعتبروا قدام الناس والقانون أصحاب ملك، رغم ان ممكن تكون حياتهم المادية صعبة، اصعب كمان من السكان عندهم. السؤال هنا، في ناس هتتظلم؟ اكيد. الموضوع ما ينفعش نعممه، لان في ناس لازم هتتظلم وناس هتاخد حقها، والتضارب هيحصل. الموضوع شائك وكل حالة مختلفة عن التانية، واكيد صعب ان الدولة تمسك حالة تدرسها. وطبعا بالنسبة للريل استيت ده هيرفع الطلب بشكل كبير على العقار الفترة الجاية، لكنه احتياج انا ما احبش اشوفه في يوم من الايام. اكتب لنا في الكومنتات رأيك في القانون الجديد، ولو عندك اي سؤال كلمني ارد عليك بنفسي. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.